من كيلو دقيق عملنا أكبر كمية بقسماط الأفران صيامي، من غير لا لبن ولا سمنة ولا أي حاجة خالص، بس بشوية مية ودقيق عملنا أحلى وأنجح طريقة بقسماط ممكن تجربوها، زي بتاع الأفران بالظبط، ناجح ملهوش حل، من جوه مفرغ مختمر كويس، واخد اللون الذهبي القمر كريسبي ملهوش حل. فالمكونات بتاعت النهاردة ثابتة، ياريت ما نغيرش فيها، لا نزود ولا ننقص علشان تطلع معانا النتيجة ممتازة. النهاردة كيلو دي حطيت عليه معلقة ونص من الخميرة الفورية ومعلقتين من السكر، والسمسم ده على حسب الطلب، بس انا حطيت عن نفسي 3 معالق من السمسم ورشة ملح وتلتين كوباية زيت. وهبدأ اعجن، طبعا المية هضيفها شوية بشوية، بس الكيلو دي بياخد معايا بالظبط كوبايتين من المية، اللي هو الكوبايات المج الجزاز ده الموجود في كل بيت، انا بعاير بيه المية، وكل مرة بياخد الكيلو كوبايتين بالظبط. بس برضو بضيفه بشوية بشوية، اول كوباية طبعا بضيفها مرة واحدة، والتانية بضيفها على مراحل، وابدأ اعجن. المهم اعجن كويس خالص، طبعا بعد ما اكون بسيت الدقيق مع الزيت، علشان الزيت ما يعملش كتل معايا في العجين. فببث الدقيق مع الزيت الاول، وبعد كده بعجن لحد ما يوصل معانا القوام، العجينة طرية بس ما بتلسقش نهائيا. لو لسقت معاكم ضيفولها شوية دقيق، تطلع معانا بالشكل القمر ده. بعد كده هسيبها لحد ما تختمر، علشان الجو حر شوية، تاخد حوالي ساعة الا ربع بالكتير وهتكون اختمرت. في الوقت ده بكون محضرة الصواني بتاعتي، بنحضر كمية حلوة كده من الصواني، علشان زي ما انتوا عارفين البقسماط كده بيحب ياخد راحته في الصواني، فنكتر الصواني، نجيب كل صواني البيت، مش هندهنهم زيت ولا دهنهم سمنة ولا احط لهم ورق زبدة ولا اي حاجة. في الصواني الالومنيوم العادية انا النهاردة هعمل، مش هحتاج ان انا ادهنهم نهائيا. وهنا بعد ما العجين اختمر معايا، هاخده كده على الرخامة واغطيه بكيس بلاستيك علشان بس الوش بتاعه ما ينشفش، وبجيب طبق احط فيه شوية سمسم حلوين علشان يكفي معانا الكيلو الدقيق. وبعد كده بضيف لهم شوية مية، ممكن تحطوا شوية معلقة عسل مع السمسم والمية، بيكون حلو خالص. مش عايزين مفيش مشكلة خالص. بقلب السمسم مع المية كويس خالص، وبعد كده اركنهم على جنب وابدأ اشكل. التشكيل بتاع النهاردة مش هياخد معانا وقت خالص، وفي نفس الوقت هنتحكم في سمك البقسماط يعني على قد ما احنا عايزين. ويا ريت يا ريت نخليه رفيع خالص، علشان هو لسه هيختمر، وكمان لما يدخل الفرن برضه هيزيد، فنخليها رفيعة خالص زي ما انا عاملاها كده. وبحدد المقاس اللي انا عايزاه، عايزين تعملوه صغير تعملوه كبير، دي حرية شخصية. هبدأ اشكل كل البقسماط بالشكل ده، طريقة سهلة يعني، ما بتاخدش ثواني، التشكيل ما بياخدش ثانية. وانزلها في البقسماط وعلى الصينية على طول. الصينية زي ما قلت لكم مش مدهونة نهائيا، ولا فيها كمان ورق الزبدة. بعد ما بخلص كل الكمية بسيبهم بياخدوا حوالي نص ساعة بالكتير، وهتلاقوهم اختمروا بما انه الجو حر يعني. مسافة ما انا اخلص كل الصواني هتلاقوا اول صينية كده بدأت تختمر. خلص كل الكمية كده مع بعض، مش هياخدوا معايا وقت خالص يعني، في ثواني كده هنشتغل. كمية العجين اللي انتوا شايفينها دي يعني الاختمار بتاعها هو اللي نفخها بالشكل ده. فلما تكونوا شايفينهم كده، وان انا باخد قطع صغيرة واشكلها، ومنظر العجين كده، هتحسوا ان انا هاخد سنة في التشكيل. بس طول ما انت شغالة وبتاخدي منها حتة بحتة، لا هتعرف ان هي هتخلص معاكي بسرعة، فما تعلوش الهم يعني. هنا اول صينية بعد ما خلصتها بالشكل ده، هبدأ اخلص كل العجين. هتلاقوا اول صينية هنا بدأت تختمر. هوريكم كمية البقسماط اللي طلعت معانا رهيبة. كل الصواني دي طلعت معانا من الكيلو دي. تخيلين من كيلو دقيق 6 كوبايات بالظبط من كوبايات الشاي، طلع معانا الكمية دي كلها. لو رحنا اشتريناه من برا مبالغ باهظة. وهنا بعد ما كانوا اختمر عدى عليهم نص ساعة بالظبط، وده الشكل بتاعهم. طبعا بسخن الفرن 10 دقايق قبل ما ادخل الصواني الفرن، ويا ريت نخلي النار تكون على الوسط، ما نخليهاش يعني عالية خالص، علشان بس ما تلسوعش معانا البقسماط وما يتحمص. فنخليها وسط يعني على 180 لو انتوا في مصر. لو في امريكا نخليها مثلا على 400 بتكون حلوة خالص.
وبعد كده بدخل الصواني، انا بدخل واحدة فوق وواحدة تحت بما اني شغالة في فرن البوتاجاز بتاعت المطبخ. بدخل صينيتين، واحدة فوق وواحدة تحت، وكل شوية ببدل ما بين الصواني يعني علشان ياخدوا نفس الدرجة في اللون. وبعد كده بطلعهم واسيبهم بس شوية يتهووا وانقلهم من الصينية بكل بساطة، يعني ما بيلصقوش خالص في الصينية بما انه حاطين زيت في العجين. بيطلع لنا كده قمر قمر ملهوش حل. شايفين هنا التفريغة من جوه عاملة ازاي وكريسبي ملهوش حل. الطعم ده في حتة تانية خالص. طريقة سهلة وبسيطة، واتمنى تكون عجبتكم وتجربوها في البيت. مش هتخسروا حاجة، من 6 كوبايات دي هتطلعوا اكبر كمية بالشكل ده. لايك وكومنت للفيديو لو عجبكم، وياريت نشير الفيديو على قد ما نقدر علشان الكل يستفيد. واللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كامل. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.